ليه النهايه بتاعت العمل شيء مهم جدا للقصه، وليه الحبكه اهم، وليه الاداء التمثيلي شيء مهم جدا للقصه بتاعتنا علشان يطلع الفيلم او المسلسل او الانمي او ايا كان العمل الفني جامد. كل الحاجات اللي انا ذكرتها دي هي اشياء موجوده في العالم السينمائي اللي احنا بنتفرج عليه كلنا، والنهارده بحاول ان انا يعني اعطيك فكره عن كل المصطلحات دي او عن كل مصطلح من دول تكون يعني كافيه ووافيه، وتعرفك ايه هم الاشياء دول وايه اهميتهم للعمل السينمائي اللي احنا بنشوفه. بس كده، لو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت بالفكره اللي انت عايزنا نعمل عنها الفيديو الجاي، ويلا بينا نبدا الفيديو. اتس شو تايم. خلينا مثلا نتكلم عن الحبكه في البدايه. هي ليه الحبكه مهمه؟ طب الحبكه بتتكون من 5 افراد: الموضوع والشخصيات والصراع والمفاجاه والنهايه. خلينا نمسك كل حته من دول ونختصرهم سريعا. رقم 1 الموضوع. الموضوع هو الفكره اللي انت بتتناولها في العمل اللي انت عايز توصلها للمشاهد، اذا ده الموضوع. 2 وهي الشخصيات. الشخصيات هي محور ومحرك العمل. الشخصيات برضو هم الناس اللي بيتحركوا في اطار القصه علشان هم اللي بتحصل معاهم الاحداث والموضوع. رقم 3 وهو الصراع. الصراع هو الاحداث اللي بتحصل للشخصيات اللي موجوده جوه القصه. صراع نوعين: صراع خارجي بين الشخص والناس والمجتمع وهكذا، وصراع داخلي بين الشخص ونفسه وذاته وافكاره وكده. المهم ان الصراعات دي هي المحرك للقصه والمحرك للشخصيات اللي في القصه، لان من غير احداث مفيش قصه. المفاجاه هي الاحداث الغير متوقعه. الاحداث الغير متوقعه اللي بتثير دهشه المشاهد. لكن هل الاحداث الغير متوقعه دي لازم ارمي حدث كده غير متوقع كل ما يكون فاضي؟ لا، وهنا بتيجي اهميه الحبكه. واخر حاجه هي النهايه. نهايه القصه بتعطي المغزى اللي انت عايز توصله للمشاهد، هي اللي بتدي القيمه اللي المفروض المشاهد يوصل لها في النهايه. كل الحاجات دول بقى ما يكتملوش غير بالربط بينهم. ايه هو الربط بينهم؟ هو الحبكه. خلينا نتكلم عن اهميه الحبكه بقى. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الخريطه بتاعت الحبكه او اجزائها، فخلينا نتكلم عن ايه اهميه الحبكه وازاي تطلع مظبوطه. بص، الحبكه عنصر اساسي في القصه. عنصر بقى يا معلم اللي بيخليك ايه، عاوز تكمل، بيخليك مشدود للنهايه، بيخليك عايز تعرف ايه الاخر. انا عايز اوصل للاخر، عايز اعرف كل الحاجات اللي بتحصل دي هتتلم مع بعض ازاي. زي مثلا في اتاك اون تايتن، الشيء ده عظيم جدا في ان هو يلم كل الاحداث ويمنطقها بطريقه كويسه. الحبكه مهمه جدا في الربط بين الاحداث، بتربط الاحداث ببعضيها كويس جدا. في الربط بين الشخصيات، واهم شيء في الحبكه ان هي بتسيب لك انطباع معين، بيعلم في دماغك، بيخليك فاكر الفيلم ده او العمل الفني ده وما تنساهوش. يعني شعور صدمه، شعور خوف شديد، شعور بالحزن الشديد، كل الحاجات دي لما بتحس بيها فعلا الشعور بيعلم جواك، فبيخليك ما تنساش الفيلم. وده عامل تسويقي كويس جدا للفيلم، وفي نفس الوقت عامل فني يعني محترم جدا. زي ما قلت لك، الحبكه هي الرابطه اللي بتربط الفيلم كله ببعضه. اوكي، طب رقم 2 الاداء التمثيلي. وليه الاداء التمثيلي اصلا مهم؟ بص، مسؤوليه الشخص اللي بيمثل كبيره جدا ومهمه جدا 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 كمان مره، وهنعرف ليه. انت ممكن تشوف اخراج عظيم، ممكن تشوف مونتاج اعظم، بس الشيء اللي انا دايما بلاحظ ان اي حد ممكن يشوف فيلم ويقدر يتكلم عنه بطريقه ما، يعني هو الاداء التمثيلي. زي اغلب الناس فعلا ممكن تبص، يعني ممكن تقول لك الاداء ده حلو او وحش، يعني ممكن تقدر تعلق على الشيء اللي بيحصل قدامها، على الممثل ده، بيقولوا ان هو مثلا ده ممثل كويس او ممثل سيء. يعني ده اكتر شيء انا بلاحظ ان الناس فعلا ممكن تتكلم عنه. هو مش ملعبك جدا ماشي ومنتشر، عكس الحبكه والقصه والاخراج والنهايه والكادرات والكلام ده. ممثل هو مترجم. هفهمك، المخرج دلوقتي بيحاول ان هو يوصل لنا الفيلم من وجهه نظره، من عينيه. المخرج هنا بيختار مثلا الكادرات، بيروح للسيناريست يقول له طريقه الكتابه هنا المفروض تكون بالطريقه المعينه، بيروح للمصور بيقول له انا عايز الكادر يطلع بالطريقه الفلانيه، تمام؟ فالمصور بيشتغل كويس، والسيناريست بيكتب كويس، والمخرج بيدي التعليمات لكل دول بطريقه كويسه. لكن ايه الشيء اللي هيترجم المجهود بتاع كل دول؟ الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي هو اللي بيوصل لك انت كمشاهد الاحداث او اغلب الاحداث اللي بتحصل مع الشخصيه. الاداء التمثيلي دي اهميته باختصار. الاداء التمثيلي اهميته ان هو يترجم المجهودات اللي بيعملها المخرج والمؤلف والكاتب والسيناريست والمصور وموزع الصوت، يعني كل الحاجات دي كلهم على بعضهم كده، ماشي. مش هقول لك ان كلهم بنسبه 100%، بل جزء من كل حاجه من دول الممثل مسؤول عن ان هو يوصلها. الاداء التمثيلي مسؤول عن ان هو يترجم جزء منها على الاقل. الانفعالات، الحركات، طريقه الكلام، لغه الجسد، طريقه الصوت العالي، الحاجات اللي زي كده، دي بتعبر جدا وبتترجم جدا مجهودات الكتاب والمخرجين والمصورين وانت باقي الشله. يعني في اداءات عظيمه جدا. اداء جاك نيكلسون في اغلب افلامه
هتلاقي ان اداءاته عظيمه. هتلاقي مثلا مارلون براندو في فيلم العراب، هتلاقي الباتشينو في العراب وسنس اوف وومن وذا ديفل ادفوكات وافلام كتير. هتلاقي مثلا دينيرو عنده افلام عظيمه كتير، تاكسي درايفر، ريجين بول، حتى في اخر الافلام اللي عملها ذا ايرش مان وجوكر كان عظيم. طبعا ذا جاد فاذر. هنا بقى بنوصل لاخر جزء معانا في الفيديو، وهو النهايه. مش نهايه الفيديو، النهايه على عكس ما ناس كتير يعني ممكن ما تاخدش بالها، النهايه من اهم الاشياء في العمل كله. انت ممكن تعمل حبكه عظيمه جدا على مستوى الاربع فروع التانيين من الحبكه، نهايه تيجي تفسد لك الحبكه بتاعتنا. ولنا في جيم اوف ثرونز مثال، نهايه أسوأ ما يمكن لأنها كانت متكروتة تماما. لكن تعالى الأول 7 مواسم، بناء عظيم، شخصيات عظيمة، كتابة عظيمة، في حاجات كتير عظمة في المسلسل لا يمكن يعني انك انت تحصيها. 5 مسارات اللي انا كلمتك عنهم او ال5 فروع اللي انا كلمتك عنهم في الحبكة لازم كلهم يندمجوا كده مع بعض علشان يدونا نهاية عظيمة، نهاية تليق بالعمل اللي احنا بنعمله او بالفيلم او الانمي او كده. النهايه اقل شيء لازم تكون يعني معموله صح، لازم تكون صح، لازم يكون مشار اليها. لو هي نهايه مفاجاه وغير متوقعه وبلوت تويست وكده، لازم تكون يعني ليها اكتر من اشاره ولو مخفيه، لازم تكون عارف ده كويس. بعد الدراسات اثبتت ان اغلب المتابعين اصلا بتوع الافلام والمسلسلات وكده بيستنوا علشان يعرفوا النهايه، هم عايزين يعرفوا اخرته ايه، عايزين اللي هو انا افضل صايم عايز افطر على حاجه عظمه. ان الامور بخواتمها او مسك الختام زي ما بيتقال في الامثال العربيه، ودي امثال بترفع من قدر النهايه، بتخلينا يعني ايه الفايده، ايه اخره، ايه نهايته. احنا عايزين نهايته علشان هي شيء اللي بيعطي للشيء قيمه فعلا. زي انسان مثلا قاعد يحارب علشان يوصل للعرش، لو ما وصلش للعرش في الحياه الواقعيه، فالحياه الواقعيه تمام يعني بيحصل فيها اشياء كتير زي كده، لكن انت مش في الحياه الواقعيه. فن شيء سريالي شويه، فالسرياليه هي فوق واقعيه، يعني فوق الواقع، يعني مش لازم تلتزم بالواقع، انت مش في الواقع اللي احنا عايشين فيه علشان تقول لي ما هو في الواقع بيحصل كده. لا، انت بترتب لشيء معين، وده عمل فني يعني مهما راح او جه نفس الاحداث بتطلع من خيالك انت. فلازم البناء اللي انت بتبنيه يوصلنا للشيء المعين اللي المفروض يحصل في الاخر، يوصلنا للشيء اللي انت بتبنيه له. زي ما قلت لك، النهايه دي تعتبر شخص قاعد يحاول يخطط يوصل للملك او يوصل للحكم، للاخر لبس التاج. النهايه دي هي التاج اللي لبسه في الاخر، هي الشيء اللي توجه. لو النهايه دي وحشه فاذا الشخص ده ما اتوجش ولا اتنيل، الشخص ده راح في داهيه. هنا زي ما قلت لك، الشخص ده ما اتوجش يبقى النهايه سيئه. زي ما قلت لك، طول ما انت بتبني صح لازم النهايه تكون مناسبه للبناء اللي انت بنيه. وبس كده، هنا خلصنا الفيديو. فعلا استمتعت. متنسوش تقولوا لي رايكم في السيت اب اللي احنا بنصور فيها وكده، يعني لو في اي تحسينات انا ممكن اعملها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتكتب لي في التعليقات اي افكار عايزنا نعمل عنها فيديوهات قادمه. ولو انت مشترك قديم فانت منورني، شاوت اوت ليك. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس برضه. اعمل لايك واكتب لي في التعليقات اي حاجه انت عايز تكتبها. وبس كده، نلتقي في فيديو قريب، وسلام.